حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. وطبعا حابه ارحب بالمتابعين الجدد. القناه زادت بكم نور، واتمنى بقى من الجميع الاشتراك كده في القناه علشان تكبر بكم. طبعا هي قناتكم قبل ما تكون قناتي. النهارده بقى روتين جميل، روتين المصريين الفلاحين، طبعا جميل جدا. احنا نطلع بقى نفطر كده الطيور على السطح. وحبيت اخدكم معايا جوله كده. طبعا انتوا حبايبي وحبايب قلبي، ما تحرمش منكم ابدا، ودايما كده منورين حياتي طول العمر، امين يا رب العالمين. هنطلع بقى كده نفطر الطيور كده مع بعض. بجد بحبكم وبتشجعوني وبشجع بكم، وجودكم معايا بيكبرني وبيشرفني، ما تحرمش منكم ابدا. طبعا كده في الاول كده قمنا الصبح بقى صلينا بقى كده الصبح ركعتين، وبعدين طلعنا بقى كده على السطح نفطر الطيور. وحبيت بقى اشارك معاك كده اليوم من اوله. طبعا ببدا بقى اخرط لهم بقى البرسيم او الربه يعني، بشتريها كده، وبعدين بقى بخرطها كده بالسكينه، قطع كده صغيره. وبعدين بقى بحط عليها مثلا فت عيش او رجيع، واقلبهم بقى كده على بعض، اعمل لهم خلطه كده جميله بحيث ان هم يتغذوا كده. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، بط مسكوفي ووز كده صغير ووز كبير. طبعا مربيه الطيور دي علشان رمضان، اللي هم بلغنا رمضان، لو فاقدين وانا مفقودين، امين يا رب العالمين. هبدا بقى كده اخرط لهم بقى كده الربه كده، وحبيت اشارك معاكم. بتحط مثلا كده عندك اي حاجه كده لازم تكون عاليه يعني شويه، تخرط عليها بقى الربه كده. تقدري تلبسي جوانتي مفيش مشكله خالص، بس بصراحه ما بحبش البس الجوانتي. بعد ما بقى بخرط بقى الربه كده، بنزل بقى اغسل ايديا كده وارتبها بحته فازلين او مرطب كده، بتكون ناعمه كده وجميله، يعني بصراحه ما بيحصلهاش حاجه. بحافظ يعني عليها. وبعد كده بقى ببدا زي ما قلت لكم، ببدا اخرط بقى الربه كده، واحط لهم بقى كده الفطار، واحط لهم بقى الميه كده، ونشوف بقى مع بعض كده منظر الخضره والجمال والطبيعه. بجد ما تحرمش منكم ابدا. واتمنى بقى كده منكم الاشتراك في القناه علشان تكبر بكم. طبعا قلت لكم هي قناتكم قبل ما تكون قناتي، وانتوا اللي هتكبروها. وجودكم معايا بيكبرني وبيشرفني، ما تحرمش منكم ابدا حبايبي وحبايب قلبي. طبعا بقى كده زي في الاول كده بنقوم بقى الصبح زي ما قلنا، هتسمي كده وتقولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وان شاء الله كده ربنا هيعينك وتقدري تخلصي كل اللي وراك. طبعا لو عندك بقى كده في المطبخ غسيل اطباق، تنظيف مطبخ، يعني هتسمي كده وربنا ان شاء الله يعينك كده، وتقدري تخلصي كل اللي وراكي. وان شاء الله كده يوم كده كلته يعني. طبعا زي ما قلت لكم احنا لسه الصبح، وبدات معاكم كده الصبح بدري، وصباحكم كله هنا وسعاده وراحه بال ورزق وجبر خاطر، امين يا رب العالمين. شايفين يعني منظر الخضره اللي هي طبعا برسم اللي هي الربه طبعا. وده طبعا منظر بقى الوز والبط اهوت. طبعا لو كان يعني ابو عمار موجود، كنا رحنا بقى الارض الزراعيه، واوريكم بقى منظر الخضره والطبيعه ان شاء الله ما يكون موجود معانا ان شاء الله باذن الله. ما يجي يعني من السفر، ربنا يحفظه يا رب ويحفظكم جميعا. هناخدكم بقى كده جوله في الخضره ومنظر الطبيعه يعني، اللي هو طبعا اللي هو ياسر ابو عمار. طبعا هنروح بقى الارض الزراعيه ونشوف بقى منظر الخضره والزراعه كده الجمال يعني. شايفين بقى منظر الوز. طبعا الوز الصغير دوت كان طالع لي من تحت الوزه، امهم اللي هي واقفه في الجنب ديت، وابوهم اللي هو الابيض اللي هناك ده. طبعا هي بيضه دلوقتي، هي اللي بترفرف ديت الوزه الام يعني. طبعا هي بيضه دلوقتي، وان شاء الله اما تطلع الوز الصغير الاخضر كده هنشوفه مع بعض. واللي جنبها ديت اللي هي الوزه الصغيره اللي هي بنتها. واللي هناك ده طبعا بقى بط بلكيمي، والدكر الابيض ده اللي هو الدكر الوز بقى. طبعا طلعت بقى افطرهم. بصراحه هو الوز بيحب الخضره جامد جدا. فبشتري لهم بقى دلوقتي، فبخرطها لهم بقى زي ما انتم شايفين اهوت. وانت تشجعي كده لو عندك طيور كده اطلعوا فطريهم كده. طبعا يكون الصبح بدري كده، الشغل البدريه منسيه. وبعد كده بقى تنزلي بقى تفطري بقى، او تشربي كوبايه شاي وتجهزي بقى فطور. وتبداي بقى تنضفي شقتك بقى. لو عندك مثلا غدا هتطلعي بقى عندك حاجه في الفريزر هتطلعها بقى تفك بدري كده. لو مثلا هتشوي سمك تشوي بدري كده وتجهزي بقى الرز كده، او هتشغلي الغساله. طبعا مش بعلمكم بقى النظام ولا التنظيم، لا بالعكس، يمكن انتوا بتنظموا وترتبوا احسن مني بكتير. طبعا تنظموا وقتك كده بتكوني مرتاحه. اهم حاجه تحبي حياتك كده. ربنا يحفظنا يا رب ويستر معانا ويديم علينا الصحه والستر، امين يا رب العالمين. وبعد كده بقى لو عندك ملابس بقى تشغلي الغساله، يعني هدوم هتغسليها في الغساله من بدري كده. شايفين ما شاء الله الجو جميل جدا، والجو طالع كده جميل وفي شمس كده جميله. طبعا بقى تبداي تغسليها بقى تنشريها بقى في الشمس كده بدري، يعني عشان تنشف معاكي على طول. ببدا بقى اخرج بقى زي ما قلت لكم الربه كده، واحطها بقى في الجردل، واحط عليها بقى شويه ميه وشويه شويه رجيع وشويه عيش كده مفتوتين. وبعدين كده بقى اقلبهم بقى على بعض، واحط لهم بقى الميه مع بعض كده بقى نفطرهم بقى. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. البط يعني مستوي جميل جدا اهوت. ان شاء الله كده نذبحه زي ما قلنا في رمضان. اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين وانا مفقودين، امين يا رب العالمين.
وزي ما قلت لكم بقى حابه ارحب كده بالمتابعين الجدد. القناه زادت بكم نور، ما تحرمش منكم ابدا، وانت على راسي من فوق دايما كده منورين حياتي طول العمر، امين يا رب العالمين. ابدا بقى احط لهم بقى ميه في الطشت الكبير دوت، احط لهم بقى ميه. ابدا بقى احط لهم بقى الميه بحيث ان هم يشربوا على طول، وانت عارفين الوز بقى بيحب يستحمى دايما. بينزل بقى في الطشت الكبير دوت يستحمى بقى على طول. وحطت لهم بقى ميه، طبعا الميه ايه طرطشت على هدوم، مفيش مشكله خالص، هي ميه نضيفه. وكده بقى شايفين بقى منظر الخضره ومنظر الطبيعه كده من على السطح، شايفين ما شاء الله اللهم بارك. وبجد صباحكم كله هنا وسعاده ورزق وراحه بال وجبر خاطر، ما تحرمش منكم ابدا. شجعتوني وشجعت بكم اخواتي وحبايبي وحبايب قلبي، ما تحرمش منكم ابدا. شايفين بقى منظر الخضره عامل ازاي، ومنظر بقى الطيور على السطح. وبجد فرحتوني وشجعتوني دايما كده، منورين حياتي طول العمر، وربنا يبارك فيكم وما تحرمش منكم ابدا. طبعا زي كنت جايبه البط المسكوف ده صغير كده، فان شاء الله كبر اهوت واستوى. ان شاء الله بقى كده ننضفه مع بعض ونجهزه كده ان شاء الله عشان رمضان. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما كده فرحانين متهنيين، ما تحرمش منكم ابدا. ودايما كده على راسي من فوق، ما تحرمش منكم حبايبي وحبايب قلبي. وكده كان يومنا بدأناه كده من الاول وشاركته معاكم، والوقت بقى اقدر اقول لكم حبايبي وحبايب قلبي في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.